كل الناس عايزه تنجح، تبقى احسن واقوى، عايزه تبقى مركزه في حياتها، بس المشكله في الفشل، انك خايف تخسر فلوسك او خايف تضيع وقت او خايف تحاول فتفشل. والمشكله انك ممكن تكون حاولت اصلا وفشلت وخايف تحاول تاني فتفشل تاني، او بالنسبه لك ان الفشل مره واحده ده قال لك ان الطريق ده مسدود وما ينفعش تكمل فيه. ومقابل كده للاسف بقيت تهرب احيانا من حاجات انت عارف ان انت ممكن تنجح فيها، بس انت خايف تجرب لا تفشل، فصورتك قدام نفسك تتهز حتى لو انت مش ملاحظ الموضوع ده. يعني انت هنا بيبقى الحاجه قدامك انت حاسس ان انت ممكن تعرف تعملها، بس انت خايف تجرب لا تفشل، وان فشل شكلك قدام نفسك هيبقى وحش. مع ان عندنا جمله حلوه قوي بتقول محدش بيتعلم ببلاش، والكاتب بيقول لك المشكله انك فاهم الفشل غلط، لان الفشل مش هو العدو، مش هو الحاجه اللي انت بتحاول تتجنبها، الفشل هو الحاجه اللي انت بتحاول تعملها، وده فرق كبير قوي. ودي حاجه ممكن تكون لبعض الناس غباء، بس الفكره ان انت المفروض تفشل باحسن طريقه ممكنه. اهلا بك يا تيحة في حلقه جديده في قناه جوب. في القناه دي بنتكلم عن كتب، روايات او اي حاجه انا بحبها، وانت يا تيحة تعمل لايك وفولو عادي جدا. معرفش ليه يا تيحة بس انت وحشني، بعيدا عن باقي المرات اللي فاتت، انت المره دي وحشني بزياده شويه. حاسس ان في حاجه كده بيني وبينك ناقص، حاسس ان انت وحشني يا تيحة. سنة 1990 واحد اسمه إيثان ميلر قرر يفتح مزرعة حيوانات أو زريبة زي ما أنت بسميها دي. هو دخل الموضوع فكر إن الحوار بسيط، أرض شوية حيوانات، أكل، بيع، استلم، الدنيا بتمشي وربنا بيكرم. وعلى قد ما فعلا الموضوع يبان بسيط، لكن ميلر اتصدم. أول حاجة ميلر جاب لك شوية حيوانات، وبعد أول كام يوم اكتشف إن جزء منها عيان. هو في الأول ما كانش فاهم فين المشكلة، الحيوانات كان جاية تمام، بعد مرة واحدة بدأت ما تاكلش وبدأت تخس، وبعدهم بقى ضعيف جدا. والفكرة إن الحوار بدأ ينتقل من حيوان لحيوان، وهنا اكتشف إن مش كل حيوان شكله عادي ده مش معناه إن هو مش عيان، وبدأ مع الوقت يلاحظ ايه العلامات اللي موجوده في الحيوانات اللي بتبين هو سليم ولا لا، وبعديها بدأ يركز على شر الحيوانات السليمه. بعديها بفتره بمنطق ان هو بيأمن نفسه جاب كميه علف كبيره، قال اريح نفسي، لكن اللي حصل ان جزء من العلف ده باظ، جزء اتخزن غلط وجزء دخلته رطوبه، وبسبب الحوار ده بدأ يشتري كميات معقوله وتعلم ازاي يخزنها بالطريقه الصح. وبعديها بشويه اكتشف ان الميه بتاعت الحيوانات مش بتتغير بالسرعه الكافيه، يعني كان بيغيرها مره في الاسبوع، اكتشف ان هو محتاج يغيرها كل 3 ايام، والميه اللي مش نظيفه دي بدأت تعمل مشاكل للحيوانات. وبعديها بشويه اكتشف ان حبه من الحيوانات مرتاحين وحبه منهم متوتر وحبه منهم مش مرتاح، وفي نوع رابع خالص عمال بيخس وبس. وهنا فهم ان كل حيوان وليه طبيعته، ومشكلته ان هو بيحطهم كلهم مع بعض، فبدا يفرق ما بينهم في مكان النوم، لان في حيوانات بتنام مع بعض عادي، ويفرق ما بينهم في مكان الاكل، يعني ممكن يكونوا بيناموا مع بعض بس ما بياكلوش مع بعض، وبدا فعلا يفرق ما بينهم بالطريقه المظبوطه. المهم بعد كل الدوشه دي الراجل بدا ينشغل شويه بالبيع، فقام جايب واحد يساعده ان هو يخلي باله من الحيوانات ومن غير ما يراجع كويس وراه. فكل المشاكل اللي فاتت دي العامل الجديد كان بيعملها. ومين اللي كان بيلبس؟ ميلر حبيبنا. فبدأ يفهم ان هو لازم يتابع وراه ويعلمه كل حاجة هو اتعلمها، ويبقى صاحي دايما ويراجع دايما في كل تفصيلة. وبعديها بشوية حصلت اكبر مشكلة ليه، خسر، ومش مرة ولا مرتين 3. وهنا ميلر بدأ يتوتر، والتوتر خلاه يبدأ يتصرف بعشوائية، مرة يغير الاكل، مرة يغير مكان الحيوانات، مرة يجيب علاج من غير ما يشخص او من غير ما يودي للدكتور اصلا، مرة يقلل المصاريف بشكل مش طبيعي عشان يحاول يعوض الخسارة. ومع الوقت لقى ان هو بيعك اكتر ما كان بيعك في الاول، ومن ساعتها بطل لما يتوتر يحس بقلق، بقى بيطنش كل حاجه لحد ما يهدى وبعدين بيشتغل. ميلر بعديها بقى واحد من اكبر اصحاب المزارع في العالم، ودي حاجه ما جاتش من يوم وليله، واللي هيقول ميلر ما فشلش يبقى مش فاهم حاجه في الدنيا. ميلر يعتبر اكتر واحد فشل، ده لسه في حاجات كتيره هو فشل فيها قدام، بس طبعا مش هحكي لك عشان الحلقه مش هتكفي. وهو ما نجحش عشان هو ما غلطش، هو نجح عشان كل مره فشل فيها في حاجه اتعلم هو فشل ليه، وما كانش بيقول خلاص كده انا فشلت يلا نطلع من الموضوع، كان بيقول تمام الاكل باظ، العلف باظ اللي انا جبته، يبقى في حاجه انا لسه مش فاهمها، هروح اتعلم واجي، بس انا مش هوقف واقول خسرت كل فلوسي ومش هينفع اكمل في الموضوع ده. ودي بالظبط الفكره اللي الكاتب عايز يقولها لك يا تيحة، ان الفشل مش معناه انك شخص فاشل، بالعكس الفشل هو اللي بيودي للنجاح، وان المفروض الهدف بتاعك انك تفشل. حاجه بسيطه كده، اكتر حاجه بتخليك تنجح هو التجريب، ان انا عايز اجرب واغلط. لما بتغلط اكتر من مره بتتعلم حاجات جديده، بيبقى عندك امثله كتير تراجع منها، لكن لما بتنجح انت مش عارف انت نجحت ليه. يعني انت لو صورت وعملت فيديو ونزلته مره واحده والفيديو ده وانت فايرال، انت لو جيت تعمل فيديو تاني ممكن ما ينجحش زي الفيديو الاولاني، والسبب ان انت ما فشلتش قبل كده وان دي كانت ضربه حظ. لكن كتر ما بتفشل وبتعمل حاجات جديده وبتجرب فيها وبتفشل بتعرف انت ليه نجحت، بتبقى عارف المره الجايه انا ازاي هعمل حاجه هتنجح، ازاي هعمل فيديو هينجح، ازاي هجيب الاكل واخزنه بالطريقه الصح، ازاي هعرف ان الحيوان عيان من قبل ما اجيبه. وهنا فكره ان الفشل هو اساس الطريق، هي الحاجه اللي هتعلمك عشان تطلع مستوى كمان فوق.
واحده من اجمل الحتت اللي الكاتب اتكلم عنها، بيقولك انك مش اخر نسخه من نفسك، وان دي مش اخر نسخه انت هتبقى عليها، وان انت اي حاجه انت فيها ممكن تتغير. بمعنى لو انت دخلت علاقه والشخص اللي معاك سابك بسبب ان انت عصبي مثلا، ففي ناس بعد ما تطلع من العلاقه بتقول انا مشكلتي ان انا عصبي ومش قادر اغير الموضوع ده، انا الموضوع ده فيا ومش هيتغير، انا فيا عيب، انا ما ينفعش ارتبط مره ثانيه، سواء عصبي سواء بخيل سواء توكسيك سام او حتى اناني او حتى ضعيف. والحوار ده بيفكرني بنفسي في مواقف كتير، لان حرفيا انا دايما بشوف نفسي اسوأ شخص في التعامل للاسف. يعني احس كتير مثلا ان كل ما بطلع من موضوع ان انا شخص سيء جدا في التعامل في الكلام في حاجات كتير قوي، فالمشكله اني بفضل شايف ان ده انا. والكاتب بيقول لك لا ده مش انت، ده انت حبيبي غلط وفشل، اتعلم من فشلك عشان تخش على اللي بعده. ما ينفعش تفضل واقف كده مكانك وتتفرج اوكي انا ده خلصت، لا انت مش منتج كامل، انت مجرد نسخه حاليه ولسه في ابديتس تانية هتنزل. والجزئيه دي حلوه لانها باختصار بتديك الحريه انك قادر انك تتغير، انت مش مربوط بالمكان اللي انت فيه، انت تقدر تتغير تتحسن تطلع فوق ايا كان العيب اللي فيه. العصبي ممكن يتعود ان هو يهدى، اللي بيقولك اللي عنده طبع ما بيغيروش كذاب، هو الشخص ده مش عايز يغير الطبع اللي فيه، ده الفرق، ان هو ما عندوش الفكر ان هو ممكن يتغير. اتكلمنا عن الموضوع ده في حلقه من الحلقتين اللي فاتوا، ان انت وانت دلوقتي بص على نفسك من 5 سنين كنت بتعمل تصرفات بتقول دي مش منطقيه ده غباء، وزي ما انت بتعمل تصرفات حاليه وشايفها واقعيه ومنطقيه كمان 5 سنين هتشوفها غباء. فانت على اي اساس بتقول ده انا مش هتغير؟ وطول يا حبيبي ما انت شايف نفسك ان دي اخر فيرجن منك، ده معناها ان اي حد هيجي يقول لك نقد بسيط في شخصيتك انت بالنسبه لك انت شخص فاشل، لان انت ما تقدرش تحسن الموضوع ده، لان دي اخر نسخه منك ومش هتتطور تاني. ان اي فشل ليك في حياتك في مشروع انت فتحته في علاقه انت دخلتها هيبقى بالنسبه لك فضيحه، واي غلطه انت هتعملها هتبقى اهانه، لان انت المفروض دي اخر نسخه منك، انت شخص خلاص اكتملت. ولكن لو انت معتقد ان انت انسان والانسان بيغلط يتيحه، فالغلط هيبقى معلومه انت بتتعلمها، والفشل في علاقه هيبقى درس. وهنا انا مش بتكلم عن الناس اللي بتطلع تقول لا اللي قدامي غلطان، انا بتكلم على اللي اتساب او اللي بيشوف نفسه هو السبب او هو اللي المشكله فيه مش هينفع تتصلح. التاني ده هجيله الجزء اللي بعدها. فياتي هتعلم ان انت شخص انسان طبيعي بتتطور عادي جدا. هنا الكاتب بقى يا باشا بيديك بوم اللي بعدها. الكاتب بيقول لك ان احنا بنحب نحكي لنفسنا القصص اللي طلعنا الابطال. يعني فلنفترض ان في علاقه باظ، في ناس كده حرفيا بتطلع من العلاقه بتقول الشخص ده هو غلطان، انا عملت كل حاجه عليا، دي انت ما عملتش اي نيله. ولو فعلا كلامك صح وانت عملت كل حاجه عليك، انت برضه غلطان في حاجه، حتى لو حاجه صغيره انت غلطان فيها. لو عملت كل اللي تقدر عليه عشان تحقق حلم خاص بيك وفشلت، فانت برضه الغلطان يتيح. وحتى لو كانت الظروف ضدك، لو كانت كل حاجه ضدك، في جزء من الغلط عليك يتيح. بس المشكله ان احيانا الناس ما بتشوفش الدور اللي هي لعبته. قصه من طرف حد انا اعرفه للاسف، واحده ارتبطت بواحد واتجوزته، وبعد كده اكتشفت ان هو شخص بخيل. دي مصيبه، ما ينفعش الراجل يبقى بخيل، دي الصفه الوحيده اللي ما ينفعش تكون موجوده في الرجال. لو موجوده في الستات ممكن تعدي، ممكن لا. تقولي ليه يتيحه؟ اقول لك لا، هتوفر لك لجيبك انت يا حبيبي، جيبك انت، بس فيها مشاكل تانية وما علينا منها. ولكن في الراجل الموضوع كبير، فاضطرت تطلق منه. ولكن هي شافت ان العيب فيه كله، قعدت تقول المشكله كانت فيه وانا كنت كويسه وانا 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 ومش شايفه الغلط البسيط اللي كان عليها، ان هي كانت شايفه الحوار ده ولكن كان عمي يعني، لانها هي للاسف كانت شايفه شويه علامات في الاول فتره الخطوبه كانت بتبين ان الشخص ده بخيل، لكن هي ما كانتش مقتنعه او مش عايزه تقنع نفسها بالحاجه دي، كانت عايزه تشوفه بشكل كامل ان هو شخص كويس. بعد الجواز اكتشفت ان هو لا، هي شايفه ان الغلط عليه 100%، هو الغلط عليه بنسبه 75%، ولكن في 25% عليكي بسبب عدم رؤيتك للموضوع، عليكي بسبب ان انت شفتي الموضوع وما رضيتيش تاخدي قرار، او باختصار الحب عماك. فطول يا تيحه ما انت شايف ان انت ممكن تكون مذنب في القصه، ده معناه ان انت بتدي لنفسك القوه ان انت تتغير او تبدا تواجه الحقيقه في القصه اللي احنا حكيناها. انما لو كل حاجه مشاكل الناس وان انت الضحيه او انت البطل الخارق اللي ما بتغلطش، اللي ما فيكش عيوب، اللي ما فيكش مشاكل، فانت دايما ما عندكش القدره انك تغير حاجه او انك تواجه حاجه في المره الجايه لما تحصل. الكاتب بيقول لك كل ما تحاول تهرب من الحقيقه هتمسكك من رقبتك اكتر وهتخنقك اكتر، كل ما تحاول تهرب من الخوف هيكبر، تهرب من ضعف شخصيتك هيظهر في كل علاقه هتخشها، تهرب من انانيتك هتفضل تجرح الناس وتقول انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، هم ليه كلهم بيبعدوا عني. والكاتب بيقول لك واجه الحقيقه حتى لو كانت وحشه، وبرضه لو انت واجهتها وما لقيتش ليها حل، على الاقل اعترف انها موجوده، ما تهربش منها وتقول انها مش موجوده. فانت هتخش علاقه سواء مع اصحابك سواء مع شركه حياتك
بتلاقي الناس كلها بتبعد عنك، بتنفر منك، وواضح جدا ان انت اناني، بس انت عمال تهرب من الموضوع ده، مش عايز تواجه. عندك مشكله في تحمل المسؤوليه ومش عايز تواجه لانك خايف تواجه، خايف تعترف ان انت فيك عيب. وده هيرجعنا لحته ان انت مش منتج كامل. في مره من المرات كان عندي امتحان، مش امتحان واحد، كانت كل امتحاناتي بالذات فتره ثانويه عامه كانت عندي مشكله اني بخاف قبل ما يجي الامتحان. تحديدا انا ثانويه عامه بتاعتي كانت اولى وثانيه وثالثه، 3 سنين على بعض كاملين. كنت بخاف قبل الامتحان في سنه اولى لان اي درجه واحده هتاثر معايا. كنت في دوله ما بدرس هناك يعني، فكانت اي غلطه ضاعت من عليا كليه. فاهمني ازاي؟ طبعا غباء لان الكليه في الاخر مالهاش 30 لازمه. فكنت بخاف جدا قبل الامتحان، وبالفعل في اول سنه دي انا طيرت كميه درجات مش طبيعيه، درجات كتير جدا. واكتشفت ان احيانا انا بقعد على الامتحان وبخاف من الاسئله اللي جايه، وبخاف وانا بذاكر. فقررت ان انا اواجه الخوف. طيب انا خايف ليه؟ انت ذاكرت كويس، يبقى انت خايف ليه؟ اوكي، رهبه الامتحان، خوف من حاجه مش معروفه. خلاص اللي هيحصل ايه؟ ان احتمال تجي لك اسئله انت تعرف تحلها، واحيانا تجي لك اسئله مش هتعرف تحلها، ولكن المهم ان انت فاهم المنهج كله، ولو جالك اي سؤال تلاعبي هتعرف تحل. حلت كان بها، ما حلتش مش مهم، ولكن في النهايه انا عملت اللي عليا. فانت محتاج يا تيحة ان انت تواجه كل مشكله عندك. خوف واجهه، ضعف واجهه، انانيه واجهها، عدم تحمل مسؤوليه واجهها. مش شرط تلاقي لها حل، بس اتليست واجهها. بس الاساس انك تحاول تلاقي لها حل يا تيحة، لان الاحسن ان انت تبقى شخص عارف ان عنده عيب احسن من شخص فاكر نفسه يا ما هنا يا ما هناك، وهو حياته من ورا الكواليس زي الزفت. هنا الكاتب بيقول لك قول لا يا تيحة، قول لا. الشخص اللي بيقول على كل حاجة الدنيا هتيجي تقول له لا على قفاه. الشخص اللي بيقول للخروجات مع اصحابه، للجدعنة مع كل واحد، عرفوا ما عرفوش، شافوا يوم شافوا يومين. الشخص اللي بيقول على كل خدمة بتضره في حياته، الدنيا هتيجي مرة واحدة تقول له مفيش نجاح. الدنيا هتيجي تقول له عايز تنجح، يقول تقول له لا. والشخص اللي ما بيعرفش يقول لا باختصار ما عندهوش مبدأ. اي شخص دايما بيقول على كل حاجة ما عندوش مبدأ. انت لو عندك مبدأ تقول لا، لان الشخص اللي بيوافق على كل حاجة، اي حد بيقول اي حاجة وبيوافق عليها، ده شخص ما عندوش شخصية، ما عندوش مبدأ، ما عندوش علم بيرجع ليه. انت باختصار انسان ما عندكش ليميتس. ان انت تبقى شخص منفتح ومتفهم دي حاجة، وانك تكون شخص ما عندوش معيار دي حاجة تانية. في فرق كبير ما بينهم. الشخص المتفتح المتفهم اللي هيفهم الكلام اللي بيتقال، هيفهم ان الشخص ده ممكن يكون من حتة تانية من العالم، فالحاجات دي ممكن تكون عادي عنده، ولكن ده مش معناه ان هو لو الموقف ده حصل له هو هيقول لا. التفهم غير انك ما عندكش مبادئ. انت ممكن تساعد حد في حتة بس ما تساعدوش في حتة تانية، ونفس الحاجة يعني ممكن تساعد واحد في امريكا عايز حاجة بس ما تساعدوش في مصر لو عايز نفس الحاجة، او واحد تاني في مصر عايز نفس الحاجة. الفكرة ان انت عندك مبدأ بس انت متفهم. قول لا لكل حد بيأذيك، قول لا عشان نفسك. لو عندك اولويات، لو عندك حياة، قول لا عشان تعرف تعيش حياتك بالطريقة الصح. لان اللي بتقولها كتير انت كده بتبقى لا مؤاخذة برخص. حط نفسك يا تيحة فوق اي حاجة، فوق اي حاجة في الدنيا. انت اهم حاجة في حياتك، ولو انت مش عايز تعمل حاجة قول لا، ولو مكسوف تقولها بالطريقة الطبيعية لا مش عايز اتحجج، او باختصار العب لعبتهم. حد كان بيرمي عليا مسؤوليات كتير فتره الجامعه، كان اغلب شغله انا بعمله له. والله كان في ناس بيعملوا لي شغلي بس بصراحه كانت رايحه جايه الامانه يعني. بس في حد معين كان دايما رامي عليا شغل، اعمل لي. كنا بنخش في بروجكتات سوا وحاجات كده سوا. فلحد ما وصلت لمرحله اللي هو لا مش هعمل، لا مش عايز، فاهمني؟ انا مش عايز اعمل حاجتك. فالشخص ده بدا يزعل، فاهمني؟ ففكره ان هو بدا يزعل بدات تاثر عليا. انا بدات اخسر الشخص ده. هتقول لي طب ما احمد ما تخسره، ما طز. هقول لك يا تيحة انت كده غبي، احنا مش عايزين نخسر الناس بس احنا عايزين نقول لا. فالصح انك تلعب لعبته. بمعنى الشخص ده كان بيقول لي مشغول، انا والله عندي شغل فمحتاجك تعمله لي، فهنا قررت انا العب لعبته. انا كمان مشغول. احمد ممكن تعمل لي الحوار ده؟ لا والله معلش يا فلان انا مشغول. المشغول عندك ايه؟ والله خارج، والله عامل، والله عندي ما اعرفش خروجه مع دول. فاحيانا وصلت بيه البجاحه ان هو بيقول لي لا طب ما انا دي اهم، انا مشغول وعندي شغل، انت مثلا خارج مع اصحابك. فهم بديها له بقى في وشه، لا معلش انا دول اغلى عندي منك، او دايما بحطه في حاجات هو عارف انها اغلى عندي منه، فاللي هو بيقف هنا خط احمر انا مش هعدي احمد مشغول عنده كذا كذا. وبقيت دايما بحطه له، انا عندي ايام 1 2 3 4، لدرجه ان هو بقى فاهم ان انا دايما مشغول وانا دايما في البيت عادي ما بعملش حاجه. فالفكره يا تيحة مش فكره انت تقول لا ببجاحه، ولكن الفكره ان بعض الناس مش بتتفهم حته ان انت بتقول لا، فانت لازم تفهمهم لا بالطريقه الصح، بطريقتهم. انت مشغول انا كمان مشغول، انت عايزني اعمل لك كذا، لا والله مش هقدر عشان عندي 1 2 3 4. نفس الحاجات اللي انت لو حصلت لك انت هتقول لا ثواني انا لو عندي نفس الموقف دي انا مش هشتغل بصراحه لحد تاني. دي اللعبه. فقول لا بطريقتهم، ما تخسرش حد، ما تكونش بجح، لا خليك شخص عاقل. ولكن
لو تقدر تساعد الشخص ده ساعده، لو انت ما عندك استعداد انت تساعده ساعده. الشمس بدأت تطلع وشكلي هوقف تصوير، هكمل بكره بقى. كاتب بيتكلم عن جزئيه بتضايقني، بتخبط حاجه فيا، قصه كده احكي لك، ولكن بيتكلم عن حته العلاقات ما ينفعش فيها تنازل قوي. فيها تنازل، ده اساسي، العلاقات اساسها تنازل، انت لازم تضحي، ولكن مش في كل حاجه. العلاقه الناضجه لازم يكون فيها حدود واضحه، فيها حاجات مش مقبوله، ما ينفعش الشتيمه، ما ينفعش الغلط، ما ينفعش الاهانه، لازم تكون قادر تقول لا ده تجاوز في حقي، لا ده تصرف مش مناسب اللي انت تعمله لي، لا ده ضد القيم بتاعتي، لا كفايه لحد هنا. لانك لو قبلت كل حاجه بتحصل لك يا تيحه ما تلومش غير نفسك في العلاقه، وغالبا لو انت بتقبل كل حاجه فده معناها ان انت خايف تخسر الشخص ده. انا متضايق قوي من اللي انا بقوله لان دي بتحصل لنا كلنا يا تيحه، كلنا عندنا مشكله، كلنا احيانا بنعدي حاجات حصلت، بنعدي تجاوزات من اشخاص عشان احنا في علاقه. انا بتكلم هنا على العلاقات والله بشكل عام والعلاقات الزواج والصحاب والله كله، ولكن انت هنا بتتجاوز عشان مش عايز الشخص ده يبعد. على عكسي انا في العلاقات الصحاب اي تجاوز بالنسبه لي مش منطقي، اتكل على الله بره حياتي، بقفل الباب حبيبي. انا في منك 100 يا بابا في الدين، انت عارف كم واحد نفسه يبقى صاحبي؟ عارف يا تيحه انا كام مره قطعت مع شله؟ انا نزلت مصر 5 سنين دخلت 4 شلل مش باقي منهم غير شله واحده، الباقيين كلهم بيتحولوا لصحاب والله اكتر، ممكن 5 شلل، انا ما حسبتش شله الجامعه، 5 شلل مش باقي منهم غير شله، الباقيين كلهم صحاب واحيانا بتكلم معاهم احيانا بيتصلوا ما بردش، مش باقي منهم غير شله واحده. ليه؟ لان انا التجاوزات عندي خط، ولكن في العلاقات الخطوبه او الكلام ده في حدود، في حاجات بتتعدى، بخاف من الخساره، بخاف من خساره الشخص ده، لان احيانا في حاجات قصاد حاجات، انت ما بتاخدش كل حاجه، ما بتاخدش شخص كامل، انت في عيوب وفي مزايا. المشكله ان احنا احيانا بننسى المزايا وبنقول نشوف العيوب بس دي قصه تانية نتكلم عنها بعدين. المهم يا تيحه ان انت لازم دايما توقف الناس عند حدها، ولو ما وقفوش عند حدهم خد بعضك وامشي. لو انت حاولت مره تانية التالتة خد بعضك وامشي. لو الشخص ده عنده سبب مقابل التصرفات اللي بيعملها، يعني مثلا لو شخص لما بيتعصب بيقول كلام سيء جدا، انا لما بتعصب بقول كلام سيء جدا، فبقيت بروح للناس بقول لهم لو سمحتوا ما تعصبونيش في 1 2 3 حاجات انا لما بيعصبوني بضطر اقول كلام سيء جدا، فالناس فعلا بداوا يحترموا الموضوع ده عندي وما بقوش يجوا جنبي. دي حاجات خط احمر عند احمد ما بنعديهاش الا لو احنا عايزين نسمع كلمتين. ففي ناس احترمت وناس ما احترمتش، واللي ما احترموش سكة السلامة، الباب يفوت جمل، باي باي. انا مش هحط نفسي في جزئية ان انا ابقى خايف ان انت مش موجود، حتى لو انت اغلى شخص عندي في الدنيا، طبعا بعد اهلي، انا مش هفضل معاك لو انت بالنسبة لك حدودي مش مهمة. عشان كده دايما بشوف في العلاقات الزوجية ان الحب مش اساسي بقدر المودة والرحمة، لان دول اللي ببني عليهم الاحترام. فانت لو بتحترم الشخص اللي قدامك بتوده بترحمه بمعنى يواجه حاجات صعبة، تعبان بتقف جنبه، بترحمه، بتشفق عليه، والمودة في التعامل. لما دول يكونوا موجودين دول كفايه عن الحب مش مهم، الحب دي حاجه كده جانبيه احنا اخترعناها عشان نعيش فيها الحاجات الحلوه، ولكن في الحقيقه الموده والرحمه هم الاهم، الاحترام هو الاهم. العلاقه اللي مبنيه على العقل هي اللي بتدوم، العلاقه المبنيه اللي انا عارف الشخص ده فيه مزايا كذا والعيوب كذا، والشخص ده فيه مزايا كذا وعيوب كذا، فانا اخترت ده لان فيه المزايا الفلانيه والعيوب اللي انا اعرف استحملها، ومش هيحصل منه تجاوزات في الحاجات اللي انا خايف عليها. فكونك بترفض بعض التجاوزات يا تيحه ده مش عيب والله. الرفض مش ان انت بتعطل الحب، الرفض جزء من ان انت بتعرف اللي قدامك ازاي انت بتحب او ليه انت بتحب. ده يوم جديد يا تيحه لان في شويه مشاكل حصلت في التصوير، فنكمل. الكتاب هنا بيشرح لك معنى الحريه، وبيقول حاجه قويه جدا، ان الحريه مش ان انت يبقى عندك كل الاختيارات في الدنيا، طلعت الحريه انك تختار اختيار واحد وتقفل باقي الاختيارات. دي الحريه. انت بتقدم على شغل وقدامك شغلانتين، واحده راتبها عالي بس مش مستقره، والتانيه راتبها قليل بس مضمونه. انت هنا بتحس ان انت عندك الحريه تختار اللي انت عايزه، وممكن ما يكونوش 2 بس، ممكن يكون 3 4 5 مش فارقه، بس في الاخر انت بتختار اللي انت عايزه. هنا الكاتب بيقول لك ان مش دي الحريه، لا غلط. الحريه انك هتختار واحد وهتقفل الباقي كله، سواء كانت واحده او 100 واحده، دي الحريه. فالحريه هي الاختيار، والحوار ده بينطبق برضه على الزواج. انت بتبقى فاكر ان دي حريه، لكن لما بتختار انت هنا حققت الحريه. فالحريه هي الاختيار من اختيارات متعدده، مش وجود اختيارات متعدده، لان ده يا تيحه هيفهمك قد ايه احنا كنا فاهمين مفهوم الحريه غلط. مش ان انت حر تقدر تعمل مليون حاجه، ان انت تعمل حاجه وتكنسل المليون الباقي، هي دي الحريه، ان انت اخترت وعملت حاجه وكنسلت الباقي. الحته دي هتشيلك يا تيحه من حته
حته التشتت، وان انت فاكر ان انت كده عندك حريه. يعني لو في بنات كتير في حياتك يا تيحه، ولو في رجاله كتير في حياتك يا تيحه، في كل الاحوال لازم تختار حاجه واحده بس. هنا انت طبقت مبدا الحريه، ان انت اخترت حاجه من مليون حاجه، مش تفضل تلعب في النص يا تيحه، وده للاسف بيوجع. ولكن ده جزء من ان انت تبقى انسان ناضج واعي، ان انت تفهم ان الحريه هي الاختيار من متعدد وتطبيقه. الكتاب بيوصل للفصل الاخير، والكتاب يا تيحه بيقول لك على قد ما الموت هو حاجه سيئه وشكلها كئيبه، ولكن هو اللي بيدي الحياه وزنها، هو اللي بيخليك تدي للاختيار معنى، هو اللي بيدي انك تختار حاجه قيمه. ما هو انت لو هتفضل عايش لحد اخر عمرك، ما انت هتعيش مع كل الناس، والشخص اللي مش هيعجبك هتغيره، واللي مش هيعجبك هتغيره، واي حاجه مش هتعجبك هتغيرها. فهو اللي بيفهمك ان الوقت محدود، وبالتالي لازم تختار، ولازم تفهم انك هتستحمل حاجات وهتضحي بحاجات. يعني لو كنت انسان خالد هتقعد مليون سنه، كان ممكن تاجل كل حاجه، كان ممكن تكنسل فكره الجواز دلوقتي من دماغك، كان ممكن تكنسل فكره انك تفتح مشروعك دلوقتي، كان بسبب ان انت عارف ان انت في يوم من الايام هتموت، فانت بتضطر تستعجل وبتضطر تعمل حاجات ممكن قبل وقتها عشان تلحق تتبسط بيها، وفي حاجات برضو المفروض انك تبدا تسيبها او حتى تبطلها او تبعد عنها. فهنا يا تيحه الموت ما بقاش مجرد نهايه، بقى باختصار فلتر بينظف التوافه وينور الحقيقه. الكاتب برضو بيقول لك يا تيحه ان لو انت عايش كمركز الكون، او عندك غرور العظمه، او بتتخانق على حاجات تافهه، بتتعصب على صوره او كلمه او اي حاجه بتتعب اعصابك، فما تنساش انك هتموت. مجرد يا تيحه ما تستوعب الحته دي، هتبقى فاهم ان حرفيا في خناقات ما تستاهلش، في معارك، في حاجات انت داخل فيها حرب لمجرد ايجو عندك. وبرضو حته ان انت كل شويه بتفتكر الموت بيخليك دايما عايز تقرب من الناس اللي انت بتحبها، وفي نفس الوقت بتبعد عن الناس اللي انت مش عايزها تكون في حياتك. ما هو انت كده هتموت، هتعيش ال60 سنه دي مع ناس انت مش طايقهم، حتى لو الناس دول على مدار ال60 سنه خدوا شهر من حياتك، كتير في حقهم. ولو انت عندك حاجات عايز تنجزها وانت عارف ان انت في يوم من الايام هتموت، هتبدا في الحاجات دي من دلوقتي. هو انت مش عارف امتى هتموت، 10 20 50 سنه. وبرده حته تانية، مجرد ما تفهم فكره الموت هتفهم ان في شويه قيم كدابه. يعني مثلا الشهره حلوه تمام جميله، بس لحد امتى؟ الفلوس مهمه اساسيه، بس ايه حدودها؟ الاعجاب، التفوق، الفوز في كل نقاش، كل ده اول ما بيدخل الموت بيختفي. فبدل يا تيحه ما تفكر في الحاجات دي، فكر في مين فعلا انت بتحب، ايه اللي فعلا يستاهل وقت، ايه الحاجات اللي انت بتعملها ومهتم انك تعملها، ايه اللي لو ضاع منك هتندم عليه، ايه اللي لو هتعمله حتى لو ما كانش حاجه جامده هيبقى ليه معنى بالنسبه لك. لان بصراحه يا تيحه الحياه الحلوه مش الحياه اللي ما فيهاش مشاكل، ولا الحياه اللي كل حاجه فيها حلوه. الحياه الحلوه اللي بتبقى بجد حقيقيه، قيم نظيفه، ووجع وتعب ليه معنى. ممكن يا تيحه تكون داخل تتفرج على الفيديو ده، او حد اشترى كتاب بيقرا الكتاب لاجل ان هو عايز يبقى شخص عظيم ما بيتقهرش، بارد ما بيحسش باي حاجه، او عايز الخطوات العمليه ان هو يبقى انسان بارد. ولكن في الحقيقه الكاتب جاي يفهمك نفسه، وبرده دي الحاجه اللي انا جاي افهمها لك. اقبل انك مجرد انسان، مشروع ناقص، تتعلم، بتغلط، بتتبهدل، بتتوجع، بتفشل. ففكره انك تهرب من كل ده مش انك تبعد عنه، او ان المفروض ان انت عمرك ما تحس بالحاجات دي. الفكره الحقيقيه انك تختار ايه اللي بيهمك بجد، بتتحمل مسؤولية اختياراتك، بتشك في نفسك بدل ما تقدسها، بتتقبل الفشل ان هو الطريق للنجاح، بتعرف تقول لا، وبتفتكر دايما انك هتموت عشان تبطل تعيش وانت فاكر انك هتعيش مليون سنة. في الاخر يا تيحه ايه اللي فعلا يستاهل؟ ايه اللي يستاهل يشدك؟ ايه اللي يستاهل تشتغل عشانه؟ ايه اللي يستاهل تتعب عشانه؟ مين اللي يستاهل انت تعيش معاه لحد اخر عمرك؟ مين اللي يستاهل يكون موجود في حياتك اصلا؟ مين اللي يستاهل تضيع عليه دقيقه دقيقتين من عمرك؟ وما دام كده انت هتتاذي وهتتوجع، فايه اللي يستاهل ان انا اتوجع عشانه؟ ايه لو انا اتوجعت او اتضايقت او حتى ما كنتش طايق وانا بصور الفيديو ده ومرهق وتعبان، هل ده بالنسبه لي يستاهل الوجع اللي انا بعمله عشانه؟ هل ده بعد 60 سنه هبقى انا مبسوط ان انا عملته؟ لان كده في الاخر انا هعاني، سواء عانيت من القناه، سواء عانيت من الوظيفه اللي انا فيها، سواء عانيت من بيزنس هفتحه، ما كل حاجه هعملها هتتعب اعصابي، وكل حاجه هعملها هتجيب لي مشاكل. لكن في الاخر ايه اللي يستاهل؟ يعني في الاخر يا تيحه الكتاب مش بيقول لك خليك جامد، ولا الدنيا بسيطه وانت تقدر تعمل اي حاجه. هو بيقول لك انك هتتوجع، هتغلط، وهتفشل، وهتترفض، وهتخسر ناس بتحبهم، والناس هيخسروك، وهتضيع منك حاجات، وهتكسب حاجات، وفي الاخر هتموت. بدل ما تعيش مرعوب
من كل ده يحصل، اختار بعناية ايه اللي يستاهل الخوف وايه اللي يستاهل التعب وايه اللي يستاهل وقتك. وفي حاجة انا بقولها دايما لنفسي يا تيحة قبل ما اخد اي قرار، دي حياتي وانا موافق ادفع الثمن. اخر جملة من الكاتب: الانسان لا يصبح حرا حينما ينجو من الالم، بل حينما يعرف اي الم يستحق ان يعيشه، واي شيء في الدنيا لا يستحق منه ثانية واحدة. اتمنى يا تيحة بجد تكون استفدت من الكتاب ده وتعلمت اي حاجة منه، وبجد يا ريت يكون ربنا قدرني وقدرت احل مشاكل اوفر ثينكينج او تفكير المفرط لاي حد في الدنيا، لان بجد الكتاب ده حل عندي مشاكل كتير، واتمنى يحل عندكم مشاكل كتير جدا نفسيه. واخر جمله عايز اختم بيها الكتاب ده من عندي انا: الدنيا يا تيحة بسيطه بس صعبه. وعشان اوضح لك اكتر، عكس كلمه بسيطه هي معقده، وعكس كلمه صعبه هي سهله. فالدنيا بسيطه يا تيحة، اتعب هتلاقي، ما فيهاش تعقيد، ما فيهاش تفاصيل كتيره، بس التعب ذات نفسه يا تيحة صعبه. فالدنيا بسيطه بس صعبه. فما تنساش يا تيحة تعمل لايك فولو وتستنى الفيديو الجاي. بجد انا مبسوط ان انا خلصنا الكتاب ده، وده تقريبا كان تاني كتاب نخلصه هنا، وان شاء الله الكتاب الجاي هيعجبكم برضه قوي، بالذات الكتاب الجاي انا متمكن منه قوي، فهطلع لكم بجد حاجه تحفه. وبس ده اللي كان عندي النهارده.